مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اتكلم عن معنى الفضة السوري. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. ايه هي الفضة السوري؟ الفضة السوري هو مش فضة اصلا، هو يقال عليه ان هو فضة لكن هو مش فضة اصلا. هو معدن عادي خالص، زي معدن النحاس، زي معدن الستانلس، معدن عادي خالص. المعدن ده بيطلي، بيتشكل اول حاجه بيه شغل قريب جدا بنسبه 90% من شغل الفضه، وبيتجاب على اساس ان هو فضه. هي عامه انتوا عارفين ان الصين ما سابتش حاجه، كل حاجه نفذتها حتى الفضه. الفضه عملت فضه منها لنفسها بالظبط، وهي مش فضه اصلا، بمعادن اخرى تانية نفس ديزاين حاجات سلاسل الفضه وخواتم الفضه الرجالي، لكن مش بمعدن الفضه، بمعادن تانية. وبيطلي من بره، بيطلي بالنيكل. بس النيكل بره عندهم افضل من عندنا هنا في مصر. هنا النيكل عندنا صعب شويه، الطلع بتاعه بيعمل حساسيه وزي ما قلت لكم. وبيطلوه وبيجيبوه وبيكتبوا عليه 925 برضو. واحنا هنا في ناس بياخدوه طبعا، هو تجار الفضه كلهم بيعرفوه، انا ببقى عارفه على طول، اي حد يجيبه لي ببقى عارفه. وبعد ما يجيبوه الناس بتبيعه على اساس ان هو فضه، بيقولوا عليه الفضه السوري. طب ده بيتعمل في سلاسل ولا خواتم ولا ايه بالظبط؟ ده الشغل بتاعه بيبقى دايما من غير فصوص، عشان الحاجات الفصوص دي بتعمل بالحاجات الفضه. نادر جدا لما تلاقي حاجات مش فضه تسمى عليها فضه سوري او اي حاجه بفصوص، لكن بيتعمل في سلاسل رجالي، خواتم رجالي، زي الصور اللي انا بظهرها دلوقتي. زي ما انتم شايفين قدامكم الحاجات دي، دي فضه السوري اللي هي السلاسل والخواتم. وفي ناس كتيرة جدا بتشتغل عندنا هنا في مصر بالشغل ده، يعني بتبيع السلاسل دي ب 100 جنيه، ب 50 جنيه، ب 80 جنيه، وحاجه عامله 20 جرام 30 جرام. فباين جدا ان هي اصلا مش فضه. معدن الفضه دلوقتي سعر الفضه حاليا بدون مصنعيه عامل 39 جنيه. فاهم قصدي؟ فيحط مصنعيه فين ده واحد يخسر في الكلام ده كده. فباين جدا عن الشغل ده ان هو مش فضه. ده معنى كلمه الفضه السوري. عشان كتير جدا الناس بتقول لي لو سمحت يا علي، يعني ايه الفضه السوري؟ الفضه السوري هل الفضه اصليه ولا مش اصليه؟ لا، دي اصلا مش فضه يا جماعه، ما يقالش عليها انها فضه. ده معدن بيتعمل عليه شغل قريب جدا من الشغل في سلاسل الفضه والخواتم الفضه، وبيطلي من بره زي ما قلت لكم. في الصين او في بلاد تانية انضف من طلع عندنا في مصر هنا، عشان طلع عندنا هنا بالنيكل سيء شويه. وفي ناس بيجوا بيتاجروا فيه، بيشتغلوا فيه عادي خالص، بيبيعوا فيه، بيكسبوا فيه، مفيش مشكله. ومش اي حد هيعرف ان هي دي فضه سوري، او اللي هي الحاجات دي مش فضه اصلا، الا الناس اللي هي التجار زي ما قلت لكم اللي بتفهم في الكلام ده. فخلي بالكم منه قوي، وانا عرضت صور كتير عشان تاخدوا بالكم من الشغل ده. يا رب اكون افدتكم. لو حد عنده اي سؤال اكتبه في كومنت، ولو حد عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب. شكرا.